زوج وزوج دايما على خلاف مع بعض، على ايه؟ على قصة السجاير. دايما الزوجة بتعمل مشاكل مع زوجها ان هو يبطل السجاير وهو مش عايز يبطل السجاير. هي شايفة ان حرام، البيت اولى بالفلوس اللي بتتصرف على السجاير، الاولاد اولى بالفلوس اللي بتتصرف على السجاير. هي عندها حق، هو مش قادر يسيطر على نفسه وضعفه اتجاه السجاير وشايفها انسانة نكدية. هو طبعا مش صح. طيب عايشين في ايه؟ في خلافات على طول بسبب موضوع السجاير. المهم الزوجة زهقت ويأست من الزوج، فقالت له ايه؟ قالت له انت كل يوم بتشتري علبة سجاير، علبة السجاير بكام؟ فقال لها ب20 جنيه. فقالت له انت كل يوم اديني 20 جنيه حق علبة السجاير، وانا وعد مني مش هكلمك في قصة السجاير دي تاني، اشرب سجاير براحتك. طبعا الزوج فرح وقال لها تمام، وفعلا بقى كل يوم يديها 20 جنيه وعايش رايق، وهي بعدت عنه وما كلمتوش في القصة دي تاني ومشوا تمام. بعد فترة الزوجة ربنا ألهمها بفكرة، هي ايه؟ جت في يوم اخدت منه ال20 جنيه وراحت جايه حرقاها، طبعا التاني ايه؟ الزوج بيخلي من جواه بس مش قادر يتكلم، ما اتكلمش. تاني يوم راحت جايه واخده منه ال20 جنيه وراحت جايه حرقاها، فمسك نفسه ايه؟ بالعافيه. تالت يوم ما قدرش يسيطر على نفسه وجرى على الزوجه ايه؟ عايز يتخانق معاها. انت ازاي تحرقي ايه؟ ازاي تحرقي الفلوس؟ انا شغال بيها وشقيان بيها وانت تحرقيها. فقالت له لا احنا اتفقنا، انت ليك تديني ال20 جنيه، انا بحرق ال20 جنيه بطريقتي وانت بتحرقها بطريقتك. انت لو عقلت، انت كل يوم بتجيب علبه سجاير ب20 جنيه بتحرقها، مفيش منها فايده. فانا بحرقها بطريقتي وانت بتحرقها بطريقتك. انا وعدتك مش هكلمك في قصه السجاير، فانت مالكش دعوه بال20 جنيه اللي احنا اتفقنا عليه. فالزوج ربنا اكرمه ووصلت له الرساله اللي هي ايه؟ ان انا كل يوم بحرق 20 جنيه زائد بحرق صحتي، زائد بحرق كل يوم من عمري وانا عايش تعبان، صحتي بتتعب. ربنا اكرمه وبطل السجاير. فهنا يا جماعه نقف مع نفسنا وقفه، هل السجاير في منها منفعه؟ طبعا مفيش منها منفعه. يبقى الانسان ايه؟ الانسان العاقل اللي بيميز ويشغل دماغه كويس، طالما مفيش منها منفعه يبقى ناخد قرار وايه؟ بطلها ونبطل. ناخد قرار ونبطل. وانا خدت القرار استعن بالله ان انا مش هاجي ايه؟ ناحيه السجاير دي تاني، عشان خاطر حاجات كتير كل الناس عارفاها. فابدأ ان شاء الله. اخونا محمود بيصورني، هيبدأ من اول النهارده ان شاء الله، وان شاء الله هيبطل. فان شاء الله يا جماعه يا ريت كل واحد بيشرب سجاير عشان خاطر اولا نفسه وعشان خاطر اسرته واولاده يبطل السجاير. السجاير بتموتك بالبطيء. يا ريت ان شاء الله هتاخد القرار ده وتبطل السجاير، ما تحرمش نفسك. انصح غيرك، انصح صاحبك، انصح قريبك، انصح زميلك في الشغل، كلنا ننصح بعض. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.